يعني مين المسؤول؟ قدره ولا اختياراته؟ لو بريء يبقى قدره، ولو مذنب تبقى اختياراته. صاحبي في الرحلة، انت مسير ولا مخير؟ انا لاشين، شخص قرر يبدأ رحلة بحث مختلفة وقررت اشارك رحلتي معاك. في زمان بعيد، في مملكة اسمها طيبة في اليونان، كان في ملك اسمه لايوس ومراته يوكاستا. الاتنين راحوا لواحدة من عرافات المعبد اللي كانوا مقتنعين انها بتشوف المستقبل، وسألوها لو هيخلفوا. العرافة بتقول لهم نبوءة مرعبة، هتجيبوا ولد، والولد ده لما يكبر هيقتل أبوه ويتجوز أمه. الملك بيتصدم وبيقول لا، مستحيل مستحيل أسيب ده يحصل. وبيقرر أول ما يتولد الطفل يربطه من رجليه ويسلمه لواحد من الحرس علشان يوديه للجبل ويسيبه يموت هناك. لكن الحارس ما بيقدرش يقتله بإيده، فبيسلمه لراعي من مملكة تانية اسمها كورنث، والراعي ده بيوديه للملك بوليبوس والملكة ميروبي، حكام كورنث اللي ما كانوش بيخلفوا، وبيشوفوا الطفل ده فرصة يحققوا بيها حلمه. بيسموه أوديب، وده في اليونانية معناه اللي رجليه ورمة بسبب الحبل اللي اتربط بيه وهو صغير. وبيكبر أديب في كورنث وبيبقى فاكر إن الملك والملكة هناك هم أبوه وأمه، لحد ما في يوم راجل سكران في بار بيقول له كلام غريب جدا. بيقول له أنت صدقت إنك ابن الملك بجد؟ أنت لقيت يالا محدش يعرف أهلك. صاحبي في الرحلة هو ما قالوش يالا بصراحة. بيرجع أوديب للملك والملكة اللي بينكروا الكلام ده، بس دماغه كانت سوحته خلاص، اتزرعت جواه بذرة الشك. وبيقرر يروح لواحدة من العرافات ويسألها عن أصله، والعرافة ما بتجاوبش على سؤاله، لكن بتحكي له النبوءة نفسها. انت أدرك انك تقتل أبوك وتتجوز أمك. أوديب بيتجنن من الصدمة، بيقول لأ مستحيل، عمري ما أقتل أبويا واتجوز أمي. وبيقرر انه يهرب بره كورنث نهائي عشان يهرب من القدر ده. وفي طريقه وهو بيهرب بيقابل راجل عجوز راكب عربية ومعاه حرس، والحرس بيرفضوا يوسعوا له الطريق قبل ما العجوز يعدي الأول. مشكلة تافهة، بس أوديب بياخدها على صدره حبتين، وبتحصل خناقة وأوديب بيقتل الراجل وكل الحرس اللي معاه، وبيسيبهم ويمشي من غير ما يعرف إن هو كده قتل أبوه الحقيقي ملك طيبة لايوس. أوديب بيكمل رحلته وبيوصل لبوابة طيبة، وهناك بيقابل مخلوق خرافي شبه أبو الهول كده. المخلوق ده بيوقف أي حد داخل ويقول له لغز، واللي ما بيعرفش يحله بيقتله. تخيل يا صاحبي تموت عشان ما عرفتش تحل بازل. بيقول له اللغز وأوديب بيجاوبه صح، وأبو الهول ده بيموت من القهرة. أنا محدش يحل اللغز بتاعي لا مؤاخذة. الناس بيفرحوا بيه جدا وبيعينوه ملك على طيبة، وكجزء من تكريمه بيطلبوا منه إن هو يتجوز أرملة الملك الراحل يوكاستا أمه الحقيقية. وبتفوت سنين وهم في تبات ونبات ومخلفين استغفر الله العظيم صبيان وبنات، وبعدين البلد بيتصب لعنة والطاعون بيضرب الكل. طبعا ما هو من عمايلكوا يا ولاد والكهنة بيقولوا إن اللعنة دي مش هتترفع إلا لما يتعرف مين اللي قتل الملك القديم ويتحاسب. أوديب بدأ يحقق بنفسه بمنتهى الحماس علشان يلاقي القاتل، لحد ما واحدة واحدة كل الخيوط بترجع له هو. الراعي القديم بيتكلم، فاكره صاحبي اللي كان في أول الحكاية ده؟ والعرافة وضحت، والملكة نفسها فهمت قبل الكل وانتحرت من الصدمة. أما أوديب لما عرف الحقيقة المرة فقع عينيه بنفسه وخرج يمشي في الأرض أعمى، تايه بين القدر اللي حاول يهرب منه والاختيارات اللي كان فاكر إن هي هتحميه. أوديب حاول بكل قوته إن هو يهرب من قدره، بس كل اختيار عمله بإرادته هو اللي وداه بشكل مباشر للنبوءة بتاعته. وده اللي خلى القصة دي من أهم القصص اللي بتناقش السؤال ده: إحنا فعلا أحرار ولا ماشيين في سكة مرسومة لنا من البداية؟ في عصرنا الحديث الكاتب والمفكر دكتور خالد زيدان بيناقش نفس السؤال تاني في روايته الأولانية أفيزيا. زيدان بيحكي لنا عن رؤى بنت 25 ربيع اللي عايشة مع جدها بعد هجر أمها ووفاة أبوها وهي طفلة. فضولها بيشدها تنزل البدروم اللي كان أبوها محرم عليها دخوله، ولما بتفتحه بتلاقي مذكرات أبوها، وبتعرف منها إن نسلهم كله ملعون من 7000 سنة بسبب خيانة جدها الأكبر الكاهن تيتي بن مين لملك مصر وقتها نوبخ بالرع، لما ساعد الهكسوس يدخلوا مدينة طيبة في مصر.
وبيتحكم عليه إن الكهنة يلعنوا نسله من ابن الابن ومن حفيد لحفيد. اللعنة عند جدودنا الفراعنة كان معناها الموت، بس زدان بيصورها لنا بشكل مختلف. اللعنة بتخلي رؤى تشوف أحداث معينة في المستقبل القريب، وكمان الأحداث القديمة اللي ليها علاقة بأصل اللعنة، وبناء على اختياراتها دي اللعنة بتقرر تقتلها دلوقتي ولا تسيبها تكمل الاختبار اللي بعده. لو فاكر إن كده حياة رؤى اتشقلبت، لسه حياة رؤى بتتشقلب على الآخر لما سيف خطيبها بيموت بأوفردوز مخدرات وهم راجعين من حفلة منير في السخنة في ليلة ما طلعش على رؤى شمس بعدها. بيجيلها أفيزيا، وده مرض بيجيلها بسبب صدمة موت سيف بيخليها تهته في الكلام وشبه شلل جزئي كده في نصها الشمال. الدكتور اللي بيعالجها بيقول لها إن مرضها ده بسبب شعورها بالذنب والصدمة من موت سيف، وبينصحها تروح تحكي لأخوه تفاصيل موته وإن ده هيساعد كتير قوي في علاجها. وبتروح رؤى فعلا لأخوه فارس ضابط مكافحة المخدرات، وبتحكي له كل اللي تعرفه عن أفغاني الديلر اللي كان بيبيع لسيف المخدرات. يمكن الذنب يروح وترجع تتكلم وتمشي من غير عكاز، وفارس بيقسم لها إنه هينتقم من كل شبكة المخدرات اللي كانت بتبيع لأخوه من أصغر ديلر فيهم لحد أكبر راس، وبيبتدي يعلقها بيه أكتر. ورؤى بتبتدي تحبه فعلا، لكن بتفضل ذكرى أخوه واقفة بينهم. وبعدها بتشوف سيف بالصدفة في فيديو بتاريخ حديث على لابتوب فارس من غير ما ياخد باله، وبتعرف إن قصة موته مجرد تمثيلية لعبها عليها هو وأخوه علشان تقع في حب فارس اللي ما طلعش ظابط أصلا. بيطلع رجل أعمال شمال كان شغال مع أبوها في بيع الآثار، وكان بيعرف يحدد أماكنها بسبب لعنته. ولما أبوها قرر يبطل، فارس قتله وحاول يستفاد من لعنتها هي كمان من بعده. وهنا بتبتدي رحلة رؤى مع الانتقام من الكل. رؤى في رحلتها كانت بتسأل نفسها دايما، هي الحاجات اللي بتحصل لها دي مكتوبة عليها ولا اختياراتها هي اللي وصلتها لهنا؟ وكل قرار بتاخده ما بتكونش عارفة هي هتموت بعده ولا لأ. طبعا أنا اختصرت لك الرواية عشان وقت الفيديو، لكن بجد فلسفة الرواية وحبكتها تستاهل انك تقراها لو ما كنتش لسه قرأت. هنا زدان بيقول لنا من خلال شخصيات روايته ان الانسان مخير في الجزء اللي بيملكه من الاختيار ومسير في الباقي، ودي نفس وجهة نظر دكتور مصطفى محمود في الموضوع. هو شبه القدر بالملعب اللي اتولدت فيه، اما الاختيار هو اللعبة اللي بتلعبها جواه. الملعب ليه حدود ثابتة، لكن جواه عندك بقى الحرية انك تتحرك وتخطط تلعب زي ما انت عايز وتتحمل نتائجك. وأخيرا نيجي لرؤية نجيب محفوظ عن القدر والاختيار. في رائعته اللص والكلاب محفوظ بيحكي لنا عن سعيد مهران. سعيد مهران كان حرامي معروف، بس مش مجرد لص عشوائي، كان شايف نفسه روبن هود الغلابة، بيقتحم بيوت الأغنياء اللي كان شايفهم فاسدين وياخد منهم الفلوس ويوزعها على الناس الغلابة. لكن في لحظة واحدة كل الدنيا قلبت عليه. أقرب الناس ليه خانه، تلميذه اللي رباه وعشرة عمره بلغ عنه البوليس، وحتى مراته سابته وراحت اتجوزت الواد اللي خان. البوليس مسكه ودخله السجن واتقفل عليه الباب 4 سنين. بيخرج سعيد من السجن وهو مولع من الغل، كل تفكيره بيبقى في الانتقام، من مراته بقى، من صاحبه الخاين، من الضابط اللي حبسه، من المجتمع كله. كان حاسس ان القدر نفسه خانه وان الدنيا كلها بتدوسه برجليها. وبدأ سلسلة انتقامات واحدة ورا التانية. بس المشكلة انه كان بيحارب طواحين هوا. المجتمع اتغير وهو محبوس، والناس اللي كان شايفهم مظلومين وبيحاول يساعدهم بقوا بيخافوا منه وبيكرهوه، وكل طلقة كان بيضربها كانت بتقربه اكتر من نهايته. وفي الاخر بقى مطارد من البوليس ومن الناس ومن القدر نفسه، كأنه دخل متاهة ملهاش مخرج. حكاية اللص والكلاب هي مأساة واحد اختار انه ينتقم، لكن الطريق اللي اختاره كان مرسوم له من البداية، مفيش منه هروب. محفوظ هنا كان شايف ان قدر مهران محسوم، بس مش بسبب اجبار القدر ليه على اختيارات معينة، ببساطة اختياراته هي اللي حققت قدره ده. يعني مهران كان ممكن يختار طريق تاني غير الانتقام. طب ازاي القدر مكتوب من قبل ما اتولد اصلا واختياراتي ممكن تفرق فيه؟ هنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه بيرد علينا ويقول لنا: القدر ليس قهرا لك، ولكنه علم الله بما ستفعل، لا يمنعك أن تختار بل يثبت ما اخترت. ربنا كتب كل حاجة عشان عارف كل حاجة، مش علشان أجبرك على حاجة. هو مش بيكتب وبعديها يرغمك، هو بيكتب لأنه عارف اللي انت هتختاره بحريتك. تخيل معايا
ولله المثل الأعلى طبعا. انت بتتفرج على فيلم للمرة التانية وعارف ان البطل هيموت. معرفتك دي مش هي السبب في موته، هو مات لانه اختار يواجه، مش لانك كنت عارف. في النهاية يا صاحبي في الرحلة، لو عجبك الفيديو ابعته لحد يستاهل يشوفه، واكتب لنا في الكومنتس شايف نفسك مسير ولا مخير. وتابع فيديوهاتنا اللي جاية عشان هتعجبك قوي. انا لاشين ودي لاشين توكس. سلام.